السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ نجاة، في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم حلوة ديال الهلال، حلوة من حلويات زمان اللي كتجي بالقوقة وكتجي هشيشة وهشيشة بزاف. وقبل ما نمروا باش نعطيكم الطريقة والمقادير، بغيت نشكركم بزاف لتفاعلكم معايا، ونشكر كل وحدة وضعت لي جيم وضعت لي شي كومونتير. والآن والآن نمروا المقادير والطريقة على بركة الله. المقادير عندنا جوج ديال الكيسان ديال 100 ملي الواحد، يعني جوج 200 غرام، يعني كاس واحد فيه 200 غرام ديال الزيت. 200 ملي، جوج كيسان ديال حياتي. عندي واحد الكاس ديال السكر سنيده، نضيفو حتى هو الزيت. عندي واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، هذه اللي غادي نسمو بها. وعندي واحد 120 غرام ديال القوقاو اللي قليتو وطحنتو، يكون مطحون مليح. صافي غادي نحاولوا نحركوا. هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم للحلوه ديالنا. القوقاو بحال كتشوفوا راه مطحون مليح. صافي هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم. غادي نخلطوا شويه هادشي، ومن بعد نبقى نزيد الفرينه شويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه اللي نقدروا نشكلوها. المقادير ما كتحتاجش بزاف، زيت وسكر، ونديروا بها حلوه اقتصاديه وزوينه وكتجي هشيشه بزاف، كتجي رائعه في المذاق وفي المنظر. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. بحال قلت لكم راه اقتصاديه بزاف، ما تاخذش منا لا وقت كثير ولا مقادير كثيره. الفرينه كتكون على حساب باش نحصلوا على عجينه. مستمرين حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون طريه ماشي قاصحه. مقادير بسيطه، حضرنا حلوه نقدموها لضيافنا، نقدموها لوليداتنا، كتجي هشيشه بزاف. المعلقه صغيره ديال القرفه هي اللي نسمو بها، ضروري يعني تكون من الاحسن. خير ما نديرو فاني ولا نديرو قشور ديال الليمون ولا ديال الحامض، نديرو معلقه ديال القرفه، كتمشي كتواتى بزاف مع القوقاو. كتعطينا كميه وفيره، كميه كثيره بزاف. نستمروا بهذه الطريقه بحال كتشوفوا، وحنا كنزيدو نشوفوا العجينه وحنا كنزيدو الفرينه. كي نبقاو نهزوها بين يدينا نعرفوا بان صافي تعطينا الشكل اللي بغيناه. نريضو حد داك الحد، ما نزيدوش باش ما تقصاحش. حلوه من الحلويات ديال زمان، كتجي زوينه، وانا اكيده بان كل وحده كتعرف ديرها. كتجي بحال الغريبيه، كتجي فتيه وهشيشه بزاف. هذا هو القوام اللي غادي نوصلوا له باش تجينا سهله باش نشكلوها. انا درت لها انا بحال الهلال. نجيبوا شي طاوه نديروا فوقها الورق المطبخ ولا ندهنوها بشويه ديال الزيت. صافي نبقاو نشكلوها بحال الهلال. كتجي المنظر ديالها زوين والمذاق رائع. جربوها، راه المقادير قليله. بحال عودتكم ديما كنعطيكم الحوايج اللي ساهلين بساط اقتصاديين والمذاق زوين. وغير بالقليل نصايبوا حويجات، نصايبوا حلويات اللي حتى حنا نفرحوا بهم وليداتنا ونزوقوا بهم المائده ديالنا. غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي بحال كتشوفوا. يعني كملتها كامله. دابا غادي نطفحها الفران. من بعد ما خرجتها من الفران ما نخدشوش فيها، خليوها حتى تبرد، لان الا كانت سخونه وخدشتي فيها غادي تفتت. من الاحسن خليوها حتى تبرد، ومن بعد نبقاو ندوزوها في سكر كلاصي ونحطوها في طبق التقديم.
سهله في وقت قياسي، تحضري كميه. نستمروا ندوزوهم كاملين في السكر كلاصي حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. وبحال كتشوفوا البنات طريقه سهله وبسيطه ومقادير اقتصاديه بزاف. حضرنا حلوه اللي كتحمر الوجه وفتيه بزاف، بحال كتشوفوا هشيشه ما كتقدريش تقبضيها في يديك، هشيشه بزاف بزاف، والمذاق ديالها رائع. نتمنى البنات انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنسونيش بلا جيم، وما تنسونيش بالاشتراك والبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. راه حلوه زوينه رائعه، ننصحكم انكم ديروها. ونمشي هي طيبه، ومع السلامه.